وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممتاز. راح نبدأ بإذن الله تعالى بمحاضرتنا اليوم، وهي المحاضرة الثانية السلام من عليكم. حقيبة محاضرات أعددناها للناس. وعليكم السلام ورحمة الله. أعددناها للناس اللي أخذوا شهادة المرحلة الأولى بمختلف مستوياتهم. كانت في مرحلة أعطيناها للجميع، أعطينا الأولوية للمبتدئين، وكذلك سمحنا للأخوة اللي دخلوا معنا في فريقنا وما أخذوا دورة سابقا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد ما في صوت. يعني اليوم هيدي الدورة منا تدريب عادي، هيدي رحلة عنا حتى نكون متميزين ويكون عنا احترافية، وصدقوني هيدي فرصتنا كلنا لحتى نصنع اسمنا بالدي أكسان. فحاولوا حصلوا على الشهادة وكونوا متميزين بالتلخيص وحتى تقدروا تحققوا مبيعات، وخصوصا هلأ في عروضات رائعة. أستاذ أبو صهيب ما في مايك، ما في صوت. يلا أنا جاي أعمل لكم مشاركة للشاشة. في مشاركة، تشوفون المشاركة لو بعدكم؟ لا مش واضحة. يلا هلا بينت. نعم. طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم وبياكم إخواني وأخواتي شركاء النجاح. أهلا وسهلا بكم في الحقيبة الثانية من سلسلة تدريبات للمبتدئين والقدامى اللي فاتهم تدريب من الحقائب اللي طرحناها. طبعا مثل ما شفتوا الأسابيع والأشهر الماضية قدمنا سلسلة محاضرات، وما شاء الله كان تفاعلكم رائع جدا. أوجه شكري لكم، وكذلك امتنان بقية المدربين لتفاعلكم، سواء جدد أو شبه قدامى. ما شاء الله وزعنا الشهادات على 3 مستويات مثل ما شفتوا: الشهادة البرونزية والشهادة الفضية والشهادة الذهبية. ولاحظنا أنه كثير ناس عاد الدورة وبدأ يرتقي بالشهادات. هذا يدل على نموكم وعلى جديتكم بالعمل. اليوم احنا هذه الدورة خصصناها للناس اللي خلصوا الدورة الأولى، بل وأعطينا أيضا فسحة للناس اللي يعني عنده أولويات الدورة الأولى وحاب يدخل بهذه الدورة الثانية. طبعا شروط هذه الدورة: في عندنا 6 محاضرات. سابقا كنا نعطي 6 محاضرات ب3 أيام. هذه ال6 محاضرات قصرناها، بدل كل محاضرتين بيوم ولمدة 3 أيام، صارت كل محاضرة تعطي بيوم، يوم نعم ويوم لا، بين يوم ويوم. يعني بدأنا الاثنين، توقفنا استراحينا يوم الثلاثاء، اليوم أربعاء نأخذ المحاضرة الثانية، الجمعة نلتقي، يكون اجتماع عام لمراجعة الخطط، وكذلك عندنا بعض التهاني للرتب اللي ارتقت عندنا في فريقنا وغيرها. إذا خلصنا ال6 محاضرات على مدار بين يوم ويوم بإذن الله تعالى، راح نوزع عليكم الشهادات بإذن الله تعالى لهذه الدورة. وأيضا فيها 3 أصناف: الصنف الأول برونزي، والوسط فضي، والذهبي. وشروطها نفس الشيء: اللي يكون مثلا ماخذ الدورة الأولى، مسجل عضوية ماخذ الدورة الأولى وماخذ واحدة من الشهادات القديمة ويلخص نصف تلخيص، فياخذ الشهادة البرونزية. اللي سجل واخذ واحده من الشهادات، يعني اخذ الدوره واحده من الشهادات،
وتفاعل بتفاعل يعني ملفت وفي جميع المحاضرات، ورتب اموره وكان اكتف يعني فاعل خلال محاضراتنا هذه. وطبعا المدربين يراقبون جميع نشاطاتكم وتعليقاتكم وتلخيصاتكم على جروب التدريب اللي هو اكاديميه السفراء الحريه والتغيير التدريبيه. كذلك هذا المستوى الثاني الفضي، الشهاده الفضيه. الشهاده الذهبيه، واريدكم كلكم يا شباب تاخذون هذه الشهاده الذهبيه. يلا كتبوا لي على الشات انه من مستعد ياخذ الشهاده الذهبيه، وانتم تكتبون راح اقول لكم شنو شروطها. شروطها ان تكون انت سجلت واخذت دوره سابقا وحققت 100 نقطه، وتكون متفاعل وحاضر جميع هذه المحاضرات اللي جاي نعطيك اياها. يعني يضاف على ما ذكرنا سابقا ال100 نقطه. اذا حققت ال100 نقطه خلال هذه الدورة اللي أعطيناها وما يعني يلحق، راح تأخذ معانا الشهادة الذهبية. وأنا أشوف السيستم كثير من عندكم أسماءكم موجودة هنا، وبعضكم حقق ال100 نقطة قبل يوم ويومين خلال هالثلاث أيام. لذلك أنتم غالبيتكم يعني متأهلين لحصولكم على الشهادة الذهبية. لذلك يا شباب شدوا همتكم، اللي ما حقق ال100 نقطة يحققها، واللي فاتت الدورة هذه الأولى خلونا نبدأ من اليوم، لأن باقي عندنا إن شاء الله ويا محاضرتي هذه باقي عندنا 5 محاضرات. يلا يا أبطال توكلوا على الله، جاهزين بإذن الله. خلونا نبدأ المحاضرة الثانية. محاضرتنا اليوم وهي الثانية هي شرح مختصر عن أساسيات صناعة البيع المباشر. صناعة البيع المباشر هاي مهنتنا، وهي مهنة القرن ال21. بل كثير من الخبراء راح نمر عليهم الآن أدهشونا بمقالاتهم وبكلماتهم اللي ذكروا بها عن أهمية هذه الصنعة على البلدان وعلى المجتمع وعلى الأفراد. لذلك نبدأ على بركة الله، نأخذ دورتنا ونبدأ في أول سلايد مثل ما ظهر أمامكم، أساسيات صناعة البيع المباشر. طبعا من أساسيات البيع المباشر يا أخواني، أو خلونا نبدأ بالسلايد الثاني. من أساسيات البيع المباشر مثل ما تشوفون هذه الشجرة، قد تكون عروقها ممتدة أكثر من أغصانها، يعني ثابتة ثبات أثناء التأسيس قوي ومتين جدا. فالبيع المباشر تواجد بين الأسواق مثل ما يعني مختار لكم أني هذه الصورة. هذه الصورة شما جت رياح، شما كانت عوامل جوية مرت على هاي الشجرة لن تقلعها من جذورها، لأن جذورها مثل ما واضح أمامكم قد تكون أكبر من أغصانها. واليوم إحنا البيع المباشر جذوره وثباته وفكرته ثابتة بين الأسواق. شما صار انخفاض وشما صار يعني تقلبات في السوق، يبقى دائما الحل الأمثل هو البيع المباشر. ولعلكم شفتم يا أخواني، لعلكم شفتم أن في فترة كورونا كثير من الشركات وأصحاب الشركات لجأوا لنا، بل حتى من أصحاب الأموال الكبيرة حينما توقفت مصانعهم ومعاملهم ووظائفهم لجأوا للأعمال اللي ممكن يمارسوها عن بعد، وأكثرهم جاءوا لنا في وانضموا لنا في البيع المباشر. لذلك البيع المباشر يا أخواني يعني اعلم كن على يقين وثقة أنك داخل مهنة العصر الحديث، مهنة الأثرياء، مهنة الأذكياء. طيب هؤلاء اللي ظاهرين أمامكم أخواني، بعضهم أمريكا ما بين 93 و 2001، جيمي كارتر رئيس أمريكا ما بين 77 و 81، 1977 و 1981. توني بلير
رئيس وزراء بريطانيا. روبرت كيوساكي باحث في الاقتصاد ومؤلف أفضل كتاب مبيعا في البيع المباشر، مؤلف كتاب الأب الغني والأب الفقير. روبرت بافيت، بيل جيست، ومثل ما تشوفون ما نريد نطيل عليكم هؤلاء من كتبوا ومن هم كبار في البيع المباشر ومنظرين في المال والأعمال. كلهم اتفقوا على أن البيع المباشر هو النهضة الأقوى، بل هي النهضة لمن يريد في بلده أن يكون اقتصاده قوي ومتين. وطبعا كل واحد من عندهم عنده مقالة، ما أحببت أنه أجيب مقالاتهم، وإنما فقط أقول لكم أنه هؤلاء كلهم وهم من كبار، بعضهم مليارديرية وبعضهم لحد هذه اللحظة مثل بيل جيست وبرافيت وبعضهم رؤساء وزراء وغيرهم، كلهم يا أخواني يجمعون على أن البيع المباشر هو من أقوى الصناعات في القرن 21 في زماننا الحديث. بل بعضهم سألوه قالوا له: لو صفرت ثروتك من أي باب ستدخل وتجمع أموالك؟ قال: أول باب أطرقه وأبدي أشتغل فيه هو البيع المباشر. لذلك يا أخواني هؤلاء يثنون على المهنة اللي أنت فيها، يثنون على المهنة اللي أنت فيها، بل يعتبرون أنك اختاريت أفضل خيار في حياتك. طيب، لذلك يا أخواني احنا اليوم راح نتكلم عن أساسيات البيع المباشر، وفي إضاءة أحب أن أضعها بين أيديكم. هذه إضاءة مهمة تقول وبكل بساطة ولعلكم سامعيها معادلة بسيطة جدا جدا: إذا تعلمت أسرار النجاح وطبقتها تصل إلى ما وصلوا إليه الناجحون. بس وخلصنا. يعني اليوم كل من ينظر لكبار القادة معانا في شركتنا في دي اكسل، إذا يريد يوصل مثله أو أفضل من عنده بكل بساطة يتعلم أسرار النجاح ويطبقها بكل بساطة وبكل تجرد والمعادلة واضحة وضوح الشمس، راح يوصل لكل شخص كان ناجح بشركة دي اكسل. تمام؟ فهذه أتمنى أنه تكون يعني لانطلاقتنا. وكذلك في 3 أسس خلينا نسميها تصحيح مفاهيم، أسس مهمة لفهم الأساسيات ال9. اليوم احنا راح ناخذ 9 يعني محاور هي أساسيات البيع المباشر. لكن حتى نفهم هذه الأساسيات، أولا علينا أن نعرف أن هذه الأساسيات ال9 أنها تستند على أصل مهم جدا، وهو تصحيح التصورات الذهنية تجاه المال وطرق تحصيله. هذا أولا. أعيده، هذه الأساسيات أنها تستند على أصل مهم جدا، وهو تصحيح التصورات الذهنية تجاه المال وطرق التحصيل عليه. فأنت اليوم يا شباب عليكم أن تؤمنوا بهذا الشيء، تمام؟ وتصححون هذا التصور. هذا أولا. ثانيا، أن هذه الأساسيات عبارة عن منظومة متكاملة، منظومة متكاملة. لذلك إذا سمعتوا أن حينما نأخذ محور أساس أنها تكمل بعض، بمجرد ما تسحب وحدة من عندهم تبقى الحلقة يعني مفرغة، الحلقة تبقى أنها مفرغة ما تلتقي، فتشوف أنه أنت قطعت السلسلة بأكملها. لذلك هي متكاملة كما ذكرنا في النقطة رقم 2. ثالثا، أنها أسس معرفية نظم متكامل، أنها أسس معرفية ومهارية لبناء الشخصية القيادية. لذلك لابد من فهمها وتطبيقها، وهذا يتطلب
بكل صراحه يتطلب وقت واستمرار وصبر. يعني اليوم احنا راح نحط بين ايديكم مهام رائعه جدا، راح تغير حياتك، راح تغير مفاهيمك، راح تغير نظرتك لكيفيه كسب المال وتحصيله وطرق تحصيله. فانت اليوم اريد من عندك، انا جاي انطيك، راح انطيك يعني اسس معرفيه ومهاريه. معرفيه تمتلك المعلومه، مهاريه عليك انه تطبقها باستمرار وتشتغل عليها تشتغل عليها تشتغل عليها، بعدها راح تتحول جزء من شخصيتك القياديه. لذلك هذا الموضوع ما يجي بيوم وليله، يتطلب وقت واستمرار. تمام؟ وقت واستمرار وصبر. طبعا بالمناسبه انوه ان بعض السلايدات راح اذكر لكم انها ستاتي جزء من الاسئله، لذلك ركزوا معي. جزء من الاسئله مختار لكم كم سلايد راح يكون هو اسئلتنا في الجروب، لكل من سيلخص سيرتقي لوحده من الشهادات اذا طبق الشروط. فخليكم مصحصحين معي، وحتى اعرف ان انتم صحصحين او لا كتبوا لي رقم 1. وانا كذلك. ما شاء الله ما شاء الله مستعدين. كلهم صح ما شاء الله. ما شاء الله. فعلا كلهم صح. ممتاز ممتاز ممتاز، بارك الله بكم. نكتفي بهذا القدر، كلكم مصحصحين، اذا نتوكل على الله. نبدا على بركه الله. نعم يا اخواني، هذا السلايد اللي ظاهر امامكم هو المهارات التسعه، اساسيات التسعه للبيع المباشر. هذني الاساسيات التسعه راح نبدي ناخذهم وحده تلو الاخر. وهذا السلايد خذوا له لقطه شاشه، كتبوا على ورقه وتحتفظون بها. هذا راح يجي جزء من السؤال. من نريد من عندكم تلخيص، راح اطلب من عندكم تكتبون لنا هذني التسعه، مو تكتب لي الاساسيات البيع المباشر 9 وبس، لا، تكتب لي ما هي التسعه. مثلا وحده قائمه الاهداف، الثانيه الالتزام، الثالثه قائمه الاسماء، الرابعه التسويق والدعوه، الخامسه العرض، السادسه المتابعه، السابعه استشاره الابلاين، وهذه حقيقه راح نقف عندها باذن الله كثير، استشاره الابلاين. 8 الاستنساخ، 9 المضاعفه. يلا هذين راح تجي من ضمن الاسئله اللي ذكرنا، راح تكون من ضمن التلخيصات. طيب نجي ناخذ اول شيء. تذكرون اخذنا اول شيء شنو؟ الاهداف. طبعا الاهداف مفصليها في 3 سلايدات. خلونا ناخذ اولا. شوفوا يا شباب، قائمه الاهداف هو الشيء الذي يسعى الانسان للوصول اليه. طبعا بالمناسبه احنا اليوم جاي نسقطها على دي اكسن، لكن هذه ممكن يعني تشغلها على كل حياتك، في الدراسه، في دي اكسن، في باقي التجارات، على مستوى عائلتك، على مستوى نموك الشخصي. في تسقطها فتجدها انها اذا طبقتها على حياتك راح تتقدم كثيرا باذن الله تعالى، وراح تختصر عليك المسافات. لذلك اول شيء وضعوا خبراء البيع المباشر قائمه الاهداف. اخواني اليوم انت من تدخل الدي اكسن اول شغله تحددها اهدافك. وطبعا الاهداف هو الشيء مثل ما مكتوب هنا، هو الشيء الذي يسعى الانسان للوصول اليه، او هو الدافع الذي يدفع الانسان لاتباع سلوك معين للوصول الى ما يريد. الى ما يريد. طيب لذلك هذه الاهداف، خلينا ناخذ السلايد اللي بعده. ثانيا قائمه الاهداف يعني مكتوبه. لا تقول لي والله انا حاط في بالي
هدف ان شاء الله توني مبلش حاط رتبه النجم، شنو خطتك؟ وين كتبتها؟ كتبتها على ورقه؟ لو بذهنك راح تقول لي لا معشعش الدماغ، اقول له ما اقول لك ما يفيد هذا الكلام. اكتب اكتب اكتب. اذا ما تكتب قائمه اهدافك، وهسه راح نبدي نتعرف شلون راح نساعدكم شلون تكتبوها وشلون تعطوها يعني دراسه هسه راح نبدي ناخذها. لذلك اهدافكم يجب ان تكتب. طيب لماذا؟ تعطيك الحافز الذاتي للعمل. لذلك انا في بعض الامور اللي اريد اشتغل عليها اكتبها واحطها على مرآتي. كل ما اجي اريد اشوف شكلي، اريد امشي، اريد اشوف هندامي، الهدف قدامي. لذلك كتابة الأهداف تعطيك الحافز الذاتي للعمل. طيب نجي على المفهوم الثالث، وهذا اللي راح نبدي ناخذ هذه المفاهيم بالمناسبة. وهذا أنا اعتبروني جاي أسرب لكم يعني أغششكم بالامتحان. هذا القائمة راح تشوفوني أنه راح أبعث لكم من تلخصون، أقول لك ما هي قائمة الأهداف الخمسة، اكتب لي إياهم. لذلك أنت تكتب لي إياهم واحد واحد. أولا محدودة، ثانيا قابلة للقياس، ثالثا قابلة للتحقيق، رابعا مرتبطة بالمرحلة الحالية، خامسا محددة بوقت. وهذا راح يجي جزء من الأسئلة. يلا قولوا أنا ما أداريكم، هاي سربناكم التلخيصات. طيب خلونا نجي نشوف الأهداف شنو محدودة. محدودة أنه لا تكون يعني أنه أنت ببالك مشروع طويل وما كاتب تفاصيلها. بمعنى أنه أنت سجلت بشركة دي أكسل، حدد هدفك القادم. شنو هدفك القادم؟ وكيل نجم. راح تقول لي هذا هدف صغير، أقول لك هو هذا مجموعة أهداف صغيرة تتحول إلى إنجاز كبير. وال100 ميل يبدأ بخطوة، وهكذا. فأنت أبدي بالخطوة الأولى، تحدد أهدافك. أول تحديد لأول هدف شنو؟ راح أكتبه. قابل للقياس. شنو قابل للقياس؟ ما أقعد أنا مثلا أقول أريد أصير وكيل نجم وأترك الموضوع. لا، حط له وقت، حط له حتى تبدي تقيس على نفسك، تقيس ساعاتك، تقيس أيامك، تقيس شغلك. حطيت هدف وقلت والله هو مثلا قابل يتحقق بمده مثلا شهر او شهرين، وانت تركته لمده سنه، هذا مو صحيح. لذلك لازم يكون قابل للقياس. كذلك اخواني، ثالثا قابل للتحقيق. شنو قابل للتحقيق؟ ما اقعد اني توني مسجل بشركه دي اكسل واقول انا ان شاء الله بخلال شهر اصير سفير ملك. لا، هذا مو قابل للتحقيق. لذلك انت اعطيت هدف اكبر من حجمك، بل اعطيت هدف غير منطقي. فلا تقعد انت اول يوم يومين وتقول والله انا كذا راح اصير هاي الرتبه. لا، كون ادرس الفكره واسمع من اللي اقدم من عندك، واسال انه الناس وصلت لهذه الرتبه كمعدل متوسط بكم، راح يقول لك من كذا الى كذا، المتوسط من كذا الى كذا، النوادر من كذا الى كذا. فمن تحط اهداف حطها منطقيه. مثل واحد قال ان شاء الله اني توظفت، طيب وان شاء الله اول راتب راح اشتري عماره. تجي قال له ايه ممتاز، ايش قد راتبك؟ قال له مثلا $500. قال له $500 ما تبني عماره. قال له يا عمي هسه هو هدف يعني تحبطون الواحد. قال له ابني انا ما احبطك، لكن انت كلامك مو منطقي. روح حط لك هدف على قد $500 مالتك. تمام؟ لذلك لازم يكون قابل للتحقيق. الهدف اللي تحطه لا يكون مبالغ. ومثل بعض الناس اللي يدخل عليهم شهر رمضان حامي، بما انه ما شاء الله نحن اليوم
في 5 أيام، خلصنا 5 أيام من رمضان الحمد لله رب العالمين. فتلقاه قبل رمضان يحط أهداف مبالغ بها. يابا شنو أهدافك برمضان؟ يقول لك أنا إن شاء الله يوميا أكمل ختمة. مو منطقي. يعني أنت ما عندك التزام. بعض الناس الحفظة فعلا، لكن هل أنت حافظ؟ هل أنت عندك وقت على مدار ال 24 ساعة؟ يقول لك لا. طيب ليش تنطي نفسك حلم أو هدف غير قابل للتحقيق؟ لا تكذب على نفسك، كن صادق، كن منطقي. طيب، رابعا مرتبط بالمرحلة الحالية، وهذا رجاء أرجو أن تنتبهوا لهذه النقطة الرابعة. بعض الناس يزهد في المرحلة الحالية، فهو لسه عضو جديد فيقول لك أنت شنو هدفك؟ يقول له مثلا الهدف القادم ما يقول نجم، يقول ماسي. تمام، حط هدف النجم بعدين الماسي وبعدين الأعلى. لا لا أخي، أنا أهدافي كبيرة. طيب يا أخي أنت عيش المرحلة الحالية، لا تقعد تقفز قفز. اليوم أنت في قطار وقدامك مثلا 20 محطة حتى تصل إلى وجهتك. في محطات يسموها محطات الاستراحة، محطات التزويد بالوقود، محطات فهاي المحطات لازم تنزل عندها وتعيد يعني النظر في المسافة اللي أنت كنت فيها، قوتك، وقودك، همتك، خطتك. فلازم تكون أهدافك مرتبطة بالمرحلة الحالية. لا تقعد ترسم للسفارة وانت بعدك ما واصل نجم، وانت بعدك ما واصل نجم، وانت عفوا ماسي، وانت بعدك ما واصل تربل دايموند. اشتغل، حط اهدافك بالمرحله، كل ما تخلص مرحله انتقل للي بعده. نعم، حط لك مرحله ام ال5 سنوات، اقسمها سويها متوسطه، ام السنتين ونص، ثم قسمها سويها ام السنه، ثم 6 اشهر، ثم سويها على شكل اسبوعي حتى تعرف انت وين رايح. وبعض الناس من يخلص مرحلته ما يحتفل، وهذا من الأخطاء الشائعة اللي يقعوا فيها الأعضاء. يخجل، مثلا خلص مرحلة، تعال خلينا نحتفل بيك، يقول لك لا أنا عيب من كذا مدة وأنا شايفيني بهذه الرتبة، عيب أحتفل بهذه. خطأ، خطأ. لازم تنهي مرحلة مرحلة، والمرحلة تنتهي بها كافئ نفسك، كافئ نفسك. وحتى لو كنت متأخر وإن كانت طموحك أعلى، لازم تبديها خطوة خطوة حتى تبدي تسقط. وهذا طبعا أحكي لكم هيك قصة سريعة. في يوم من الأيام واحد من أعضاء فريقي تأخر حتى يعني وصل نجم. قال أبو صهيب أنا اللي مثلي صاروا ماسيين، فأنت تريد تحتفل بي بالنجم؟ مخجلة. وخاصة بعض الناس من يشوفوني أدرب يتوقعوني أنا ماسي، فأنت جاي تحتفل بي هيك. قلت له أخي، اولا انت وكانه جاي تخبي حقيقه، وهذا مو صحيح. لازم تكون صادق مع نفسك وصادق مع اهدافك. تاخرت هي عادي، ما انتهت الدنيا، يلا شد حيلك بالبقيه. لكن انت لازم نحتفل بهذه المرحله، لازم نكافئك، لانه كانه انت جاي تخبي حقيقه، او جاي تتكابر عن المستوى اللي هو انت اخذته باستحقاقك. مو احنا اللي اخرناك ولا الناس اخروك، انت بايدك. لذلك انت لازم تمشيها خطوه خطوه. فالمهم ما احتفل، قال ان شاء الله من اصير ماسي احتفل. وابشركم لحد الان ما صار ماسي، لا احتفل من صار نجم، ولا لحد الان صار ماسي. الان من نجي نقول له لو صار في يوم من الايام ماسي، لو جينا نقول له تعال نحتفل بيك ماسي، فاكيد هم راح يقول لك لا انا المفروض سفير، صار لي فتره والناس يحتفلون بي ماسي، عيب. وراح يظل يفوت على نفسه خير كثير، خجلان من الحقيقة. وهو لا يجب أن يخجل أحد من وضعه وحاله، وإذا هو فعلا خجلان فعليه أن يستعجل ويعوض بالمرحلة اللي لاحقة. لذلك ضروري أن تكون أهدافنا مرتبطة بالمرحلة الحالية. خامسا، محددة بوقت. ضروري يا اخواني، ضروري من تحط اهداف لازم تحط لها وقت، لازم تحط لها مثلا مثل ما ذكرنا، اذا عندك هدف يعني هدف منشود كبير، سوي له خطه، لكن هاي الخطه جزئها.
وهذه تجزأ على حسب الأشهر والسنوات المنطقية مثل ما قلنا، قابلة للقياس وقابلة للتحقيق، ونبدي نشتغل عليه. هذا السلايد مهم، أتمنى أن يكون من ضمن التلخيصات، وراح يجيكم بالأسئلة أنه أذكر لي قائمة الأهداف الخمسة، فأنتم تعددون هذني الخمسة. طيب نجي على موضوع بعد ما أخذنا الجزء الأول من التسعة اللي هو الأهداف، الآن ننتقل إلى الالتزام. طبعا الالتزام أن تلتزم ببذل الوقت والجهد المناسب لمتطلبات العمل والإنجاز. لذلك هذه مقدمة عن الالتزام. خلونا نجي نعرف الالتزام أو شيء يولد الالتزام. أن الالتزام ببذل الوقت والجهد المناسب لمتطلبات العمل والإنجاز راح يولد عندنا شرطين أو مسألتين. المسألة الأولى الالتزام تجاه الأهداف، المسألة الثانية الالتزام تجاه العمل. التزام تجاه الأهداف يا أخواني، ما أقعد أكتب وأحمى من يسولف وياي أبلايني أو بعض المدربين وأحمى وأكتب أهداف كثيرة وأقعد ما ألتزم تجاه أهدافي. فضروري من تكتب أهدافك أنه تلتزم بأهدافك. تمام. اليوم بعض الأخوة، وبما أنه إحنا في رمضان، بعض الأخوة من يقول أريد أكمل ختمة، عليك أنه تجهز لها الوقت وأن تلتزم. شلون تلتزم؟ لا تقول باكر إن شاء الله عوض اللي فاتني اليوم، لأنه راح يتراكم عليك وراح يصير مثل أيامك قبل رمضان. ما راح تروح عليك الختمة وتروح عليك كثير من الخير الكثير. لذلك الالتزام تجاه الأهداف، والالتزام يولد إيش؟ يولد إلى عمل، التزام بالعمل. طيب الالتزام تجاه الأهداف، أو خلينا نقول الالتزام تجاه العمل، شو يولد لنا؟ ركزوا لي، الثانية شو تولد لنا؟ تولد لنا التالي. الالتزام تجاه الأهداف هي معناها تطوير، استقطاب، متابعة. شوفوا شلون الخطوات جاي تمشي مع وحدة بتولد الثانية. الالتزام ذكرنا الالتزام ببذل الوقت والجهد المناسب لمتطلبات العمل والجهد، ولد عندنا اثنين، الالتزام تجاه الاهداف والالتزام تجاه العمل. الالتزام تجاه العمل الاثنين يولد لنا عندنا ثلاث اساسيات. التطوير، لازم اشتغل على نفسي. اليوم انتم حضوركم يا شباب هذه المحاضره هذا جزء من التطوير. انت اليوم حاضر قاعد تسمع الاساسيات التسعه، جاي تطور مهاراتك، فاهنيكم يا شباب على تواجدكم والتزامكم. هذا جزء من هذه النقطه اللي ذكرناها. الاستقطاب، بعد ما تسمع هذا الكلام وتتعلم بعض المهارات، تروح تبدي تشتغل على نفسك، تحاول ويا هذا وتبدي تستقطب وتكون فريق. بعد ما استقطب وتصار عندك فريق، المتابعه، تبدي تتابعهم، وطبعا راح نذكر بعض المهارات في المتابعه. طيب الآن ننتقل إلى الجزء الثالث من الأساسيات التسعة، وهي قائمة الأسماء. وقائمة الأسماء اكتبوا لي يا أخواني، حطينا بها إغلاق الدائرة. منو أخذ معانا دورة إغلاق الدائرة يكتب لي، وأنا راح أعيدها على عجالة على اعتبار أنه أغلبكم أخذ معانا مهارات قائمة الأسماء، وهي أحد أساسيات البيع المباشر التسعة. ما شاء الله ما شاء الله، كتاباتكم تشجعني، تخلوني أنه فعلا مبتهج وفرحان أواصل معاكم المهام والتدريب. أبطال أبطال أبطال. يسعدني أنه أغلبكم حضر المحاضرات السابقة وجاي يكمل سلسلة التدريبات. إذا نتوكل على الله سبحانه وتعالى، نكتفي بهذا القدر. بارك الله بكم. إذا قائمة الأسماء أخواني، قائمة الأسماء مثل ما شرحناها، لكن خلونا نعيدها للأخوة اللي ملتحقين معنا جدد. قائمة الأسماء يجب أن تصنف حارة، دافئة، باردة. وشنو معنى حارة؟ مثل ما ذكرنا، الحارة هم الناس المقربين، الناس اللي عندي احتكاك معاهم باستمرار، الناس اللي قد أشوفه ويشوفني على مدار اليوم أو مدار الأسبوع أو مدار الشهر. الدافئة هو الشخص الأقل تواصلا،
لكن بيني وبينه معرفه واحترام وتواصل وغيره. البارده هو الناس الجدد اللي باستمرار تتعرف عليهم، لكن لسه ما صارت بينك وبينهم علاقه دافئه او حار. وانت تبدا تصنف هذولا التصنيفات بحسب يعني ما ذكرنا. طبعا خلينا ارجع شويه خطوه للوراء وابدي اتكلم عن كيفيه التعامل مع هذه القواعد. مثل ما ظاهر امامكم يا شباب، قائمه الاسماء يوميا، قائمه الاسماء يوميا بعد ما امليها، واخذنا في الدروس السابقه ان جمع الاسماء يبدي من عندي انا شخصيا ثم ينتهي بكل المعارف. شلون يعني؟ يعني انا اكتب اسمي محمد عطوان، واكتب اخواني وزوجاتهم وابنائهم، ثم خواتي وزوجان وازواجهم وابنائهم، ثم اخوالي وزوجاتهم وابنائهم، ثم اعمامي وزوجاتهم وابنائهم، ثم اولاد عمي وزوجاتهم وابنائهم. شوف هذا كله تولد من اسمي انا. طيب اذا انتقلت الى اسم زوجتي، طيب اذا انتقلت الى اسم اخي واختي، وهكذا ابدي اطلع من العائله، من 10 من العائله ابدي اطلع مئات الاسماء وابدي اضيفهم. هذا من غير المعارف والاصدقاء اللي عندك، وكذلك الجوالات. اليوم تفتح جوالك تلقى به مئات والعشرات والمئات من الاسماء، فابدي اضعهم واصنفهم حسب العلاقه والقرب بيني وبينهم. طيب وابدي انتخب كل يوم انتخب 3 إلى 5 وابدي اشرح لهم الفكره. هذه هي يعني باختصار قائمه الاسماء. طيب قائمه الاسماء يجب ان تصنف. قائمه الاسماء يجب ان تصنف مثل ما ذكرنا: حاره، دافئه، بارده. وكذلك يجب ان تقيم. شلون تقيم؟ التقييم هو من خلال التواصل. دائما انا من اختار مجموعه من الاسماء ابدي اتواصل معهم. وفنون الاتصال والتواصل اخواني هذه ايضا مهاره مهمه. ما اقعد انا مباشره اتكلم مع الشخص: الو السلام عليكم، عندي مشروع اريد احكي لك اياه. لا، ما ينفع، لازم يكون موعد ويكون بينك وبين تفاصيل راح نذكرها بالسلايدات اللاحقه. كذلك يجب ان من خلال هذه القائمه تكون عندي مصداقيه، او الناس اللي اختارهم تكون عندهم مصداقيه. ما اقعد اجيب ناس معروفين بانهم يعني عندهم مؤشرات بعيده عن المصداقيه. تمام؟ فيعني حاول قدر الامكان تختار الناس اللي يعني عندهم مصداقيه. طيب كذلك الناس اللي نبدي نختارهم يكون عنده رغبه في التعلم، مو فقط شخص يعني كسول وانا قوه اريد اجيبه اشغله. اللي ما عنده رغبه شوف اللي بعده. وبعدين اذا هو صارت عنده هذه الرغبه، ومثل ما حكينا في الدروس السابقه انه الشخص اللي ما عنده رغبه لا يمكن اقناعه باي نشاط ممكن ان تعمله انت وياه. طيب الرغبه، او خلينا نقول الاساس الثالث في قائمه الاسماء او اسس مهمه، هي الكتابه، عدم الحكم مسبقا، غير منتهيه. هذه شنو معناها اللي امامكم؟ اي شخص اتواصل وياه، شنو الموقف اللي صار بيني وبينه؟ هل اعطاني موعد اكتب امام اسمه انه مثلا صار عندي موعد بيني وبينه على الساعه الفلانيه، اكتبها. او هذا الشخص اجلني، قال بعد اسبوع انا متفرغ، او انا مسافر بعد شهر ارجع. امام كل اسم ضروري تقيد النشاطات اللي صارت اثناء التواصل معه. طيب الاساس الثاني من الاسس المهمه عدم الحكم مسبقا. رجاء اخواني، هذه كثير سقطوا فيها معانا اعضاء. شخص يعني قاتل من اجل ادخال شخص هو ما عنده رغبه، يقول لك هذا اذا دخل راح يصير مباشره بعد اسبوع سفير. او مثلا هذا يجي يقول له انت ليش ما تكلمت مع فلان؟ يقول له والله من شكله مبين
مو مال بيع مباشر وغيره. وهذا الحكم المسبق اخواني مو صحيح، مو صحيح. انت اليوم كل من هو امامك في القائمه، وهذا طبعا بالمناسبه قد يكون الحكم مسبقا هو اصلا انت ما تخليه بالقائمه، فانت رجاء لا تحكم مسبقا، لا تحكم انه هو الفلت او السفير الملكي راح يجي، او تحكم عليه انه هذا الكسول اللي ما راح يطلع من وراه. والله يا اخواني على مستوى دخلا معانا عجز سبعينات دخلا معانا، وفاجأ من هو افهم من عندهم واثقف من عندهم على مستوى دكاتره وشهادات عليا. فاجأنهم العجز. ليش؟ لانه امكانياتها كانت مناسبه، فطلعا بنتائج كبيره مبهره. بعض الاسماء تعرفوهم. طيب الاساس الثالث غير منتهيه. احنا اليوم بدنا نتكلم عن قائمه الاسماء. غير منتهيه شنو؟ غير منتهيه انه انت باستمرار عندك معارف يدخلون عندك، اصدقاء جدد على الفيسبوك وعلى الانستغرام والتيك توك والتواصل الاجتماعي بصوره عامه. فانت كل ما يصير عندك اعضاء جدد او معارف جدد تضيفهم على هذه القائمه. فقائمتك ما لازم ان تكون منتهيه. ما يصير انت تجيني بعد اسبوع تقول خلصت كل الاسماء اللي عندي، معناها انت منعزل عن العالم، ما جاي تتعرف على ناس جدد من خلال التواصل الاجتماعي او من خلال العمل او الجيران او فلازم تكون قائمتك غير منتهيه. هنا هذه السلايد اللي هو الدعوه والتشويق، وهذا راح يكون مرتبط بالكلام اللي ذكرناه قبل قليل. عند الاتصال والتواصل يا اخواني يجب ان تكون عندنا مهارات الدعوه والتشويق، اتقان التشويق للمدعو ورغبته بالمشروع من خلال ذكر مميزات المشروع بشكل مختصر، والوصول معه لتحديد موعد مناسب للعرض. أرجو أن تضعون هذه السطرين في قلبكم وليس في مخيلتكم. كثير من الإخوان تجي تسأله يقول لك ليش ما فلان تعرفه ويثق بك ويتثق بك ليش ما سجلته؟ يقول له والله شفته بالطريق واجيت اقول له عندي اكسن وكذا، وهو يقول لي اي وعافني وراح. انت اختاريت الوقت غير مناسب، بل لم تهيئه. لذلك اخواني دائما الناس المستطرقه او الاتصال المستطرق يجب ان يكون اتصال تشويقي. شوفوا هذول اللي قاعدين على الكرسي امام، تخيل انه هذا الشخص تعرف على واحد وجلس معاه شرب قهوه. هنا ما لازم يشرح له عن الفكره اذا كانت اول جلسه، هنا فقط يهيئ. يقول له مثلا انا اشتغل بمشروع وابحث عن شركاء، وهؤلاء الشركاء يعني راح يعني يكون عندنا ارباح، لكن هذا الموضوع يحتاج لجلسه غير هذه الجلسه. اذا اشرح لك عنها راح تشكرني كثير، راح تتفاجأ بكميات من المعلومات اللي قد تكون اول مره تسمعها في هذه التجاره. فهنا هذا كلها عبارات عن تشويق. راح يقول لك يلا اسمعك انا الان، ضروري تحط له موعد اخر للجلسه. وطبعا الا اللهم الا استثناء انه انت فعلا متيقن بانه هو متفرغ، ايضا تعطيه هذه الكلمات المفتاحيه، وبعدها يعني تاخذه اما على اقرب فرع حتى يشوف المنتجات ويشوف الموظفين، وبنفس الوقت هنالك ادوات للشرح مثل الشاشه والسبوره وغيرها، فتبدي تشرح له. او اذا انت كنت مجهز حالك مسبقا، لابتوبك شغال وشايله معك، فتقول له تفضل، او تبدا تاخذه على مكان يكون هادئ، لانه عاده اللي يقعد بمطعم او مقهى او كذا فيكون فيه الصوت مرتفع او التلفزيون مرتفع او الداخل والخارج يشوش عليكم. لذلك فمن يقول لك انا مستعد يجب ان تاخذه الى مكان اخر يكون جاهز لطريقه الشرح، لكن قبلها يجب ان يكون دعوه التشويق مثل ما ذكرنا في هذا السلايد.
نجي هنا إلى مرحلة العرض. العرض يا أخواني، ومثل ما تشوفون هذه واحدة من محاضراتي في مكتب تقسيم سابق. هنا العرض تبدي أنت، لازم أنت كعضو بشركة DXN، ومثل ما تكلمنا في المحاضرات السابقة، لا يمكن أن تتوفق بالنجاح وأنت ما مجهز نفسك لعملية العرض. شنو عملية العرض؟ عملية العرض هي مجموعة من المعلومات، إما تستعين بها لفظيا، أو تستعين بها فيديويا مشاهدات، أو تستعين ببعض المنتجات العينية فيزيائية يشوفها الشخص. تمام؟ فهذين كل الأدوات هي تساعدك بطريقة توصيل الفكرة للمقابل، وهذا كله يحتاج مكان وزمان. تمام؟ فتخيل مثلا واحد التقيت وياه بالباص ويقول لك يلا تكلم لي، شلون تشوف الفيديو التعريفي، شلون تشرح له، اذا اراد معادله وعلى اي سبوره تكتب له. لذلك هذا مساله التشويق في فترات او في زمن المستطرق يجب ان تكون فقط تشويقيه، عاد هنا في المكان المناسب تبدي تشرح له. ومثل ما ذكرنا الشرح يا اخواني يجب ان يكون مستعد وشايل دائما. شوفوا انا هذه بجيبي، هذه سلسله مفاتيحي ويكون معاها الفلاشه. الفلاشه يا اخواني هي الاداه الرئيسيه اللي اجمع بها كل المعلومات، ومن سنوات انا شايلها معي. تحط بها كل المعلومات اللي تبدي تشرحها، تفتحها على لابتوب، تفتحها على كمبيوتر، تفتحها على شاشه بلازما، شاشه عرض وغيره، على داتا شو، فانت تكون مستعد للعرض. ومثل ما ذكرنا يفضل دائما العرض يكون في المكاتب، لكن اذا لم يتوفر وانت الشخص اللي جاي تتواصل وياه اونلاين، تكون انت مجهز الافلام والفيديوهات والصور وبعض الاستدلالات اونلاين تكون حاضره مسبقا عندك. طيب، لذلك العرض اخواني واحد من اهم اساسيات التسعه المهمه. وطبعا العرض هو عمليه بيان فكر المشروع بالتفصيل التالي، تناسب حال الشخص المقابل. للافضل طبعا افضل ان يكون اللقاء مباشر لعرض العمل. تحديد الزمان والمكان المناسب مثل ما ذكرنا قبل قليل. الوضوح والثقه والمصداقيه، لا تبالغ لا تبالغ، لا انت حتى تقنع المقابل تصير تبالغ وتلفق بعض المعلومات. يجب ان تكون واضح وواثق من معلوماتك وعندك مصداقيه، واظهار قوه المشروع يعني بكل ما يحتاج الى قوه. لا تقعد تقزمون المشروع رجاء، مشروعنا كبير. لا تقعد انت بطريقتك تشرح له كلمتين وتقزم المشروع. لازم يكون معاك الادوات متكامله حتى تشوف المقابل فخامه هذه الشركه. لانه انت اذا قدمت يعني شرح مقصور او اعرج، فانت جاي تسيء للشركه، جاي تسيء للعمل. فبسببك وبسبب عدم شرحك الموفق قد تكون سببت لهذا الشخص ان يكون معترض مسبقا على هذه الشركه ويسيء الفهم لهذه الشركه. لذلك قدموا المشروع بكل قوه يا اخواني. تمام؟ وكذلك تكون مستعد للاجابه على الاسئله بكل وضوح ومصداقيه. ورجاء لا تستجدون المقابل. احيانا بعض الاخوه يقدم المشروع بكل قوه ويقعد تحس من كلماته قاعد يستجدي المقابل، وهذا مو صحيح. هذا لا يجب ان يكون عرضنا لهذا المشروع بطريقه الاستجداء، وانما الوضوح والثقه والمصداقيه واظهار قوه المشروع، واجهز حالي للاسئله واكون واضح، ومصداقيتي تكون في هذا العمل عاليه جدا. طيب، بعد ما وصلنا الى هذه المرحله اللي هي تسجيل العضو ونقله لفكره الشركه، تبدي هنا المتابعه. وطبعا قد ياتيكم هذا واحد من الاسئله اللي اريدها من الناس اللي يلخصون في هذه المحاضره، انه اعطيني امثله عن المتابعه. لذلك ركزوا معي.
وحتى اشوفكم مركزين اكتبوا لي رقم 2. ما شاء الله ما شاء الله. هاي 200 2222. ما شاء الله ما شاء الله. ممتاز ممتاز. يلا يا شباب اخذوا المعلومات اللي راح اطلبها من عندكم بالتلخيص. عندنا عدة طرق للمتابعة. عندنا عدة طرق للمتابعة. ضروري يا اخواني اتقان الاهتمام بالمرشح والوصول الى انضمام المشروع، ثم بناءه بصورة تدريجية لإتقانه المعلومات والمهارات المطلوبة لتحقيق النجاح. ضروري يا أخواني هذه تكون يعني جزء من المتابعة. أعرف أنه هو كيف سجل وأكون معاه أو أكون مساعدة، وبعدين أبدي أدرج معاه بالمعلومات. لا تجيبون عضو جديد بمحاضرة متقدمة، ولا تجيبون مثلا بعض الناس اللي هو يريد يعرف الشركة وانت جايبه على محاضرة تخص الخطة التسويقية وكذا، قد يشعر بالتعقيد او يشعر لذلك انت اليوم كل شخص ابدي معاه بالتدريج، ولا تكثر عليه المعلومات. من تكون انت يعني متمكن من المعلومات لا تقعد. هذا تمكنك تعطيل شخص لسه يريد فقط يعرف المشروع، وانت تتفرع معه كثير وغير. طيب لذلك يا اخواني تدرجوا مع الاعضاء. طيب اليوم احنا عندنا طرق كثيره للمتابعه. اكتبوا لي مثلا وحده من عندهم المتابعه عبر الاي وورد. هذا اللي تشوفوه امامكم هو الاي وورد، اللي السيستم اللي تعطيك اياه الشركه حتى تتابع الفريق. ومن خلال الاي وورد تشوف النقاط وتشوف النشاطات وتشوف السفرات وتشوف العمولات وتشوف الارباح وتشوف يعني انجازاتك وانجازات فريقك وتوسعه ومن اي دوله واسمائهم وارقام عضوياتهم. هذا فقط عن طريق الاي وورد. في متابعه اخرى وهو التواصل المباشر. تزوره يزورك، تتفق انت وياه ان تحضرون محاضره. وكذلك مثل ما ذكر الاخ ابو حمزه كتب المتابعه من يصير مثلا هسه اليوم احنا نشرنا محاضراتنا، فانت هنا جزء من واجباتك ان تتاكد. لا تقول هو موجود بالجروب ويشوف، لا تتاكد تتصل عليه فلان الفلاني راح تحضر معنا المحاضره اليوم ولا لا، وهكذا. لذلك اخواني المتابعه بالتواصل والاتصال وعن طريق الاي وورد وعن طريق طرق كثيره، او ترسل له محاضره. مثلا هاي المحاضره بعض تشوف انت بعض اعضاء فريقك ما حضر، تاخذ هذه المحاضره اللي راح ننزلكم اياها وترسل له اياها، وتبدي تشجع على سماعها مثلا، او تعطيه الواجبات. قد يكون مريض، قد يكون مسافر، قد يكون تغيب لعدم تواجد النت. فيجي انت هنا دورك ان تتابع معاه، لانه اذا نجح انت تنجح معه. طيب من الاساسيات التسعه هو استشاره الاقدم. واستشاره الاقدم هو ابلاينك. اخواني ابلاينك هو الاب الروحي لك في هذا صناعه البيع المباشر. لذلك تجد اكثر الناس نجاحا هو اكثر تمسكا بابلاينك، واكثر الناس يعني غير ناجحين هو الذي يتكبر على ابلاينه، هو الذي يتجاوز ابلاينه، هو الذي يعني ياتي بكأس مليان، يشعر نفسه بانه مليان، هو الذي يشعر بنوع من الحسد من ابلاينه. وهذه حقيقه امور كثيره ضروري ان نعطيها اهتمامها. والله يا اخواني لي 9 سنوات في هذا المجال، كل ما تمسكنا بابلاينيتنا وان صرنا قاده كبار بفضل الله ومنته، كل ما تواضعنا اكثر كل ما زادنا الله رفعه واكرمنا الله بالرتب وبالعمولات. ابلاينك هذا الشخص اللي هو سبب دخولك بشركه DX، هو سبب اعطائك المعلومه. في مقوله عندنا احنا العرب يقول لك من علمني حرفا ملكني عبدا.
ملكني عبدا، أعطاني هذا العبد أستخدمه في حياتي، أستعين به. لذلك استشارة الأبلاين هي من أساسيات النجاح. وكل من يتكبر على أبلاينه مهما كان أبلاينه، حتى جزاه الله خير، حتى لو أنت صرت تفهم من عنده، كل ما أنت تعاليت عليه كل ما راح يتعالى عليك فريقك، لأنه تعرفون الجزاء من جنس العمل. لا، هذه العبارة خاطئة. من علمني حرفا كنت له عبدا، هذا العبارة خاطئة، لا يجوز ونحن مسلمين، نحن عباد الله. وإنما العبارة الصحيحة من علمني حرفا ملكني عبدا، يعني اعطاني شيء يعمل لي كالعبد. ملكني وليس ملكني، ملكني أنا عبدا، يعني اعطاني شيء أو يعني أستعين به في مهامي. طيب استشارة الأبلاين هي حقيقة تنقسم إلى وحدة نصيحة وأربع مهام أو أربع أساسيات. شوفوا أخواني، استشارة الأبلاين، كن حكيما، تعلم من أخطاء الآخرين. كن حكيما، تعلم من أخطاء الآخرين. يعني اليوم أنت من تستشير أبلاينك سابقك بخطوات أو عنده تجربة من عندك ومن غيرك، لأن هو فريقه مو بس أنت. فأنت اليوم يجب أن تكون حكيما من خلال الاستفادة من أخطاء غيرك. هاي منين تأخذها؟ ما تأخذها من عندك، لأن أنت ما عندك تجربة، تأخذها من أبلاينك. ذاك اليوم سبحان الله عندنا في واحد من الجروبات اللي يخص القادة، كان في شخص يعني كثير الأخطاء، فسبحان الله كنا نظن بأنه تعلم من أخطائه. بعد سنوات جاءنا بفكرة يعني ملغومة، فقلنا له لا، توقف، أنت الآن تريد تجيب لنا مشكلة تشبه القديمات. فبعض الأخوة تفاجأوا، دخلوا على الخاص. ما المشكلة؟ قلنا لهم أنه في عندنا تجربة خاطئة بنفس هذه الأفكار، لذلك لا يجب أن نسمح بتكرار الخطأ. فبعض الأعضاء يعني أو بعض الأخوة شكروا، قالوا جيد أنه إحنا ما نعرف أنه في أخطاء سابقا. فمن أخذوها من الأبلاين اللي كانت عنده تجربة من أخطاء الآخرين. فاليوم إحنا اختصرنا الزمن على من بعض الذين يريدون أن يجربوا، فهذا هنا دور الأبلاين. كذلك مسؤولية الأبلاين هو التعليم، التدريب، متابعة، يختصر عليك الطريق. تشوفون هذه الصورة اللي أمامكم، أبلاين جاي يختصر لك، جاي يغربل لك المواقف والنشاطات وكذا، وينطيك أجودها وينطيك أفضلها. لذلك إخواني، تتعلم من أبلاينك التعليم والتدريب والمتابعة، ويختصر عليك الزمن بإذن الله تعالى. فاستشارة الأبلاين من أحد أساسيات البيع المباشر. طيب اليوم احنا ناخذ واحد من اساسيات التسعه، وهو الاستنساخ. بعد ما بنينا فريق وبعد ما وسعنا، ضروري اخواني نعمل بعمليه الاستنساخ. ان تنقل كل ما عندك من معلومات ومهارات الى فريقك، تستنسخ نفسك. بمعنى اليوم انت، ومعنى كلمه الاستنساخ، هذه المعلومات اللي اليوم جاي ناخذها، مثلا انا ايضا سابقا مثلكم كنت في يوم من الايام متدرب، وتتلمذت على ابلاينيتي، على يد ابلاينيتي، وما توقفت عند ابلايني المباشر، بل الاعلى والاعلى والاعلى. وهذا مو عيب. اليوم انت من تبحث عن معلومه، تريد في يوم من الايام تكون قائد كبير، عليك ان تبحث عن معلومتك، وتجتهد وتقعد تتلمذ وتدرس وتلخص. من تتعلم هذه المعلومات، عاد هنا يجي دور الاستنساخ، تنسخها إلى فريقك يأخذ من عندك، يستنسخها على فريقه،
وهكذا دواليك. لذلك الاستنساخ هو كل ما تعلمته من معلومات تنقلها للي بعدك. واستنساخ المعلومات أيضا بمهارة يا شباب. استنساخ المعلومات تنطيك معرفتين. المعرفة الأولى أنه المعلومة تثبت في مخيلتك وعقلك الباطن، هذا عند التكرار. ثانيا أنت جاي تنقلها، جاي تفيد وتستفيد. حتى أتذكر أحد الأخوة المشايخ كان يعلم واحد من التلاميذ اللي يعني بدأ يكون من تلاميذه ويريد أن يكون حافظ، فقال له أنا أعلمكم حتى تحفظون. قال له: ولا كيف؟ قال: المعلومات التي تتعمق في ذاكرتي أكثر من عندكم، وفي التكرار تكرار المعلومة فتكون مرسخة مقيدة في عقل الباطن، فأصير أتكلم بها حتى وأنا نائم من كثرة التكرار. لذلك الاستنساخ من المعلومات يا أخواني على طريقة تتقيد عندك وتتقوى في عقلك الباطني، وكذلك أنت تنفع بها فريقك من خلال النقل. طيب، بعد الاستنساخ ننتقل إلى المضاعفة، وهنا وصلنا إلى يعني نهاية السلايدات. المضاعفة مثل ما تشوفون الصورة أمامكم، كنت أنت لوحدك، دعيت 1 2 3 4 5 6 7 8 ممكن 10 11 وهكذا. هذا دعا أيضا مثل هذا العدد، هذا دعا مثل هذا العدد وهكذا. لو ترجعون للسلايد السابق اللي هو الاستنساخ هو أنك معلومات ومهارات نقلتها للي بعدك، هذا نقلها للي بعده، هذا نقلها وهكذا، فتتحول إلى نظام استنساخ ومضاعفة. وبالضبط مثل ما تعلمنا من الرسول عليه الصلاة والسلام. بالمناسبة هذا الاستنساخ والمضاعفة هو جزء من حياتنا حتى الدينية. لاحظوا الرسول عليه الصلاة والسلام كان جبريل يتنزل عليه بأوامر ونواهي وقرآن وعلم وشريعة، والرسول عليه الصلاة والسلام ما حفظ القرآن عليه الصلاة والسلام واكتفى به، لا، عمل عملية استنساخ للصحابة. الصحابة شو سووا؟ نقلوا للتابعين، ولهذا الحد هذا اليوم، ولن تنتهي هذه الاستنساخ والمضاعفة إلى يوم القيامة. لذلك عملنا البيع المباشر هو نفس الفكرة، تنقل مهارات ومعلومات وأخلاقيات ونجاحات للي بعدك، واللي بعدك يكمل المشوار. حتى على مستوى العوائل، اليوم أنت تنقل مهاراتك ونشاطاتك ومعلوماتك إلى ابنك ينقلها إلى ابنه، وهكذا دواليك. فاليوم احنا عملية البيع المباشر ترى بكل بساطة هذا هو مفهومها، انه انت تبدي تستقطب وتعلم وتنقل غيرك ينقل غيره، والشركه تكافئك على هذا العمل. وكذلك الله سبحانه وتعالى من ناحيه العبادات لحد هذا اليوم الله سبحانه وتعالى يكافئ الرسول عليه الصلاه والسلام بكل عمل نقوم به احنا من ما تعلمناه، من ما نقل لنا من عبادات وطاعه واوامر ونواهي. هذا كله ميزان حسنات الجيل اللي قبلنا، والجيل اللي قبلنا في ميزان اللي قبلهم، وهكذا إلى وصولا للرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا هو عملنا بكل بساطة. طيب، لذلك إخواني عملية الاستنساخ والمضاعفة تولد أرباح كبيرة وكثيرة. أن التركيز على بناء القيادة المميزة في فريقك الذي يتصفون بصفات صناعة القادة. ضروري يا أخواني من بين يجيك بفريقك كثير من الناس، عليك أن تركز ببناء، مثل ما جاي تبني الفريق هناك بناء آخر اسمه بناء المميزين، بناء القادة. لذلك أنا في عندي بفريقي قرابة 60,000 عضو، لكن كم قائد عندي؟ وعندي كثير من الماسين بفضل الله ومنته، أكثر من 50 ماسي. لكن دول ال50 ماسي كم متدرب معانا، عفوا مدرب
ومن بين المدربين كم الصفوه اللي دائما انا يعني اعتمد عليهم، والله يجزيهم خير. مثل ما شفتوا اول ما دخلت القاعه، شفتوا من يدير القاعه ومن يدير المايكات ومن هم مجهز السلايدات، وقبلها كان في ناس اخرين مجهزين السلايدات ومجهزين المنشور ومجهزين وعدلوا على المنشور كم مره. لذلك هذول النخبه، ومن بين النخبه عندي ايضا نخبه النخبه. لذلك تركيز على بناء القاده المميزين من فريقك الذين يتصفون بصفات القاده. وهذول شلون تتعرف عليهم؟ هذول تتعرف عليهم يا شباب من خلال التعامل، ومن خلال النشاط اللي تشوفه امامك، ومن خلال السيستم. يبين عندك بالسيستم انه هذا الشخص اكتف، يجيب نقاط ويجيب اعضاء ويجيب نشاطات ويحضر بالمحاضرات ويدخل بالتلخيصات وغيره. وهذا يا شباب خاصه الجدد، هذا يخصكم انتم الان. القاده جاي تراقبكم، خاصه قاده فريقكم جاي تراقبكم، جاي تلخص، جاي تشارك، جاي من انا اقول اكتبوا لي رقم واحد، جاي كل اسماءكم واضحه امام المدربين. بعض المدربين تدريبه خلاص، بس هو متواجد من اجلك انت، يتابعك انت نشط ولا لا، يا شهاده تستحق، كملت الشروط الكامله ولا لا. فهنالك مدربين معاي يقومون بتصنيفكم ومتابعتكم حتى يقيموا نشاطكم، وقد تكون انت عضو عادي بالنسبه له ولا عضو مميز. لذلك يا شباب كونوا مميزين، لأن هنالك وراكم قادة جاي يتابعوكم. طبعا هنا أنا وصلت إلى نهاية هذه الجلسة، كل الشكر لكم، بارك الله بكم. أتمنى أن تكون هذه الجلسة قد نالت استحسانكم ونالت يعني أهدافكم اللي إن شاء الله أنتم شغالين عليها. وأتمنى أن تكون هذه المهارات التسعة يا شباب تكون هي وقودكم نحو وصولكم إلى أهدافكم المنشودة الكبيرة بإذن الله تعالى. راح نعطي مجال 5 إلى 10 دقائق نفتح للأسئلة، فحياكم الله. تفضلوا يا شباب. طبعا وانتم يا شباب الأخوة اللي عنده المسؤولين سؤال عن اخوان يرفع ايده. المايك، أي عن طريق رفع تمام، اليد. فتحنا المايك، ارفع اليد حتى تتفضل في سؤالك. ابو صايب بس روح المشاركه مال الشاشه.